لكم انا عملت ايه. اول حاجه كده حطيت شويه زيت، وهنزل عليهم بنص معلقه توم، وانا طبعا بجهز لصينيه البطاطس، وهعملها من غير لحمه ولا فراخ، هتبقى خفيفه وطعمها تحفه. كزبره بقى وكمون وملح وفلفل اسمر، واقلب كل المكونات دي مع بعض. انا في بيت بابا وبجهز لهم الغدا عشان ماما وبابا تعبانين، ربنا يشفي عنهم يا رب ويخليهم لي. هقلبهم كده تقليبه حلوه كلها مع بعض، وبعدين هنزل بالبصل بتاعي انا مقطعاه حلقات زي ما انتوا شايفين، وهفرفته كده من بعض واقلبهم في الخلطة اللي انا عاملاها دي. تقدروا تضيفوا البصل على البطاطس على الفلفل الاخضر براحتكم، بس انا بحب اقلبها كده مع بعض الاول. هنزل بالفلفل وعليها البطاطس على طول، واقلب كل ده بقى تقليبه حلوه. عايزه اقول لكم البطاطس كان طعمها تحفه وخفيفه قوي. ولو عايزين تعملوها لايت يبقى ما تحبلاش تحطوا كميه الزيت اللي انا حطيتها دي. في الطماطم هنا حطيت رشه ملح، وهنزل بشوية طماطم من تحت، وهضيف كل المكونات بتاعتي اللي انا عملتها، ومن فوق شوية، ومن فوق باقي صلصة الطماطم. تمام. وانا عندي مشكلة مش عارفة ليه بيقف مرة واحدة، انا وبمنتج كده او انا وبصور، مش عارفة المشكلة في البرامج اللي معايا ولا في التليفون. المهم حطيتها على النار تغلي شوية، وبعد كده هدخلها الفرن. اخدت لها حوالي تلت ساعة وهي بتغلي على النار. تمام. عملت لهم شوربة خضار، قلت عشان تعبانين وكده، وعملتها معاكم كتير على فكرة، او تقريبا عملتها معاكم مرة وبعد كده بدأت اغير فيها.